النهاردة معانا جريمة قتل رنا اللي احنا شايفينها في الصورة دي. رنا بنت مؤدبة متربية متعلمة، قتلها المجرم اللي في الصورة برضو اللي احنا شايفينه ده، دبر ورتب وقتلها. رنا بنت في الثانوي، بنت مؤدبة زي أي بنت، متربية بنت ناس. هي من قرية في الشرقية. رنا نزلت تتمشى جنب بيتهم في أشجار، نزلت تجيب ورد من الشجر. الولد المجرم ده ابن مدرسة عندها في المدرسة. الولد استنهز فرصة ان والدته ووالده مش موجودين، ووقف في الشباك. كانت عينه من رنا. اول ما شافها ماشية جنب البيت في حتة طبعا في ظهر البيت ما فيهاش حد ماشي، نزل لها وقال لها ازيك يا رنا. قالت له اهلا ازيك. قال لها انتي طبعا عارفاني، احنا جيران. وقالت له ايوه عارفاك. قال لها ماما عاوزاكي في البيت. طبعا هي عارفة مدرستها معاها في المدرسة. راحت رنا بحسن نية ودخلت معاه البيت. اتهجم عليها الولد وحاول يغتصبها. رنا قاومت بكل عافية عندها. طبعا الولد ما قدرش عليها، وعرف ان رنا لو خرجت من البيت طبعا هتفضحه مع كل الناس. جرى وجاب سكينة وطعنها عدة طعنات لغاية لما طبعا ماتت رنا. قعد يفكر بعد ساعة اعمل ايه في الجثة، اعمل ايه في الجثة. الولد خد رنا وسحبها في ارض زراعية جنبهم. طبعا الارض ما فيهاش حد، كان الدنيا ليلت. خد رنا ورميها وهي سايحة في دمها وغطاها بالقش. طبعا رنا أهلها قعدوا يدوروا شمال ويمين، بنت مؤدبة وصحابها بيشهدوا لها لا هي كده ولا كده. قعدوا يدوروا عليها، في الآخر بلغوا طبعا الجهات الأمنية بحثت وتدور لغاية لما رأت رنا في الأرض الزراعية. طبعا قعدوا يعملوا تحرياتهم وإجراءاتهم لغاية لما تعرفوا على الولد القاتل. طبعا الولد ده رنا عندها 15 سنة وهو عنده 15 سنة. 15 سنة دبر لكل ده. أما دبر لكل ده طبعا ده سن 15 سنة، يعني ازاي هيدبر لكل ده؟ لكن لما يتحاكم يبقى طفل، طفل ما يعرفش، ما ينفعش يتسجن. ده القانون، للأسف ده القانون. الولد ده مش هيتحاكم عشان طفل قتل البنت وضيع حياتها وحرق قلب أمها، وفي الآخر مش هيتحاكم. دبر وكل اللي حصل ده ومش هيتحاكم. القانون بيقول كده. النهاردة أنا بعرض لكم الفيديو ده القصة بصراحة حرقتني كأم. وطبعا دي نصيحة لبناتنا انها ما تكلمش اي ولد حتى لو كانت عارفاه ومتربية معاه وجارهم وابن مدرستها، ولا ابن حد، ولا تكلم ولد ولا يقول لها تعالي تروح. وده اللي نتمناه لبناتنا، وربنا يحمي بناتنا. دلوقتي الشر طالع من سن 15 سنة. ربنا يحمي كل بنت ويحمي بناتنا كلهم من الولاد الأشرار دول. ومستنية تعليقاتكم على طبعا الجريمة ديت. وحق رنا عند ربنا، وربنا يرحمها ويحمي بناتنا. ودي كان تحذير لكل البنات انها ما تسمعش كلام ولد، ولا تعالي كلمي ماما، ولا انا عارفك، ولا انا صاحبك، ولا انا زميلك. دي غلطة رنا انها صدقت ولد زي ده. بس هي يعني كان عندها ثقة انه هو جارها وابن مدرستها وابن ناس ومعاهم في الحتة، ما كانتش تتصور انه هيعمل فيها كده.